دكتورة ثريا وابو صالح في اللجنة المصرية كانوا بيحكوا انهم هم بيحضروا امورك عشان ترجع الى مصر. ينفع اعدي المعبر من غير باسبور؟ ليش من غير باسبور؟ سبت باسبوري في المستشفى. تمزح؟ والله لا بقينا زي بعض بلا هوية. لا بس يعني انت موضوعك سهل، لما بدك ترجعي راح ترجعي. ما بقتش اقدر، ما اقدرش اسيب يونس وفاتو. بس اول عن اخر انت راح ترجعي بلدك واهلك، وانا ويونس، هو يونس يعني الله يشفيه. يونس ده بطل. فكرك يا دكتورة احنا ابطال؟ ابطال ابطال بس بدنا نعيش عادي، احنا زي كل العالم يعني. نحبش نموت، بدناش نموت، بدنا نعيش. مش عارف هو حظنا اللي جابنا في البلد ولا حظنا اللي جابنا في المنطقة، بس مستحملين. مستحملين وصامتين. قدامنا حل تاني؟ وانا قد يونس كنت بقول لما اكبر بدي اقاوم واشيل سلاح واطرد كل الاسرائيليين برا البلد واتجوز واخلف اولاد لا يعرفوا لا في اسرائيليين ولا يشوفوا حواجز ولا يشوفوا محاسين ولا يشوفوا ولا حتى تصاريح عشان يتنفسوا. بعدين كبرت، اتجوزت، خلفت كرمة، قلت لا امشي جنب الحيط. مشيت جنب الحيط، شو صار؟ اخوي صالح راح بالاسر، مرتي ماتت ما عرفتش اعالجها، بيت اخوي كلهم راحوا، ما ضلش غير يونس. يعني حتى لما جربت امشي جنب الحيط فشلت. بس انا مش شايفاك كده يا ناصر، انا شايفاك بتعافر تنقذ كل اللي حواليك حتى اللي ما تعرفهمش كويس. بكره ترجع بناتك وتكبروا وتسدوا عين الشمس. انك تبقى مصمم انك تنقذ اللي حواليك دي مش حاجه سهله، دي حاجه محتاجه ابطال. كبطل يا ناصر